مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشرتكم الجوزة اللي طلع لكم من قناتكم الوطنية تيفي. نبداو نشرتنا الجوزة مشاهدينا اذا كالعادة بالصورة اللي اخترناها لكم لنهار اليوم، بصورة تكجدة المتواجدة بجبال جرجرة، اقول بالضبط بالبويرة. اكيد هذا المنظر الطبيعي يعبر عن جمال بلادنا الجزائر. اذا الوضعية المرتقبة نهار اليوم ان شاء الله استقرار جوي على العموم، راح يكون في الموعد كما نلاحظوا على الولايات الساحلية الوسطى الغربية الداخليه ولايه الهضاب العليا. الاجواء على العموم ما راهيش حتكون صافيه، خاصه على الولايات الداخليه ولايه الهضاب العليا، وين حتكون هنالك غيوم سحب من النوع العالي والمتوسط. اجواء على العموم حتكون غائمه حتى بعض الظهيره. امطار ان شاء الله، امطار خير حتكون في الموعد على عنابه، على الطارف، على سكيكدا، على القاله، كذلك زوابع رمتيه. اذا نقول مستعملي الطرقات الحيطه والحذر، خاصه على تمرست واليزي كذلك. اذا نروحوا نشوفوا درجه الحراره ان شاء الله بعد الظهيره. البروده تكون في الموعد، كتله هواء بارده تبقى في الموعد خاصه الداخليه ولايه الهضاب العليا. الانخفاض راح يكون نوعا ما محسوس كذلك على الولايات الساحليه الوسطى، وين تروح درجات بعد الظهيره من 18 تلحق حتى ل 20 درجه مئويه، 22 درجه مئويه على وهران، مستغانم، سعيده، سيدي بلعباس، 11 درجه ان شاء الله على البيض، مشريه ونعامه. ترتفع مقياس درجه واحده حتى الخطرابيط مع الجلفه، الغواط، تسلارت. على العموم درجات الحراره في الولايات الصحراويه على ابواب الصحراء وسط الصحراء راح تكون في معدلها الفصلي 17 درجه على منطقه الثوره، 20 درجه مئويه على تندوف، و24 درجه بوسط الصحراء على عين صالح وافلو. اذا نروحوا نشوفوا البحر ان شاء الله لنهار اليوم. على العموم راح يكون مضطرب هايج على سواحل الشرقيه الغربيه حتى سواحل المرسى بالمهدي. اذا سرعه الرياح تروح من 30 حتى 40 كم في الساعه. اتجاهات الرياح راح تكون غربيه تماما على اذا سواحل تنس، دلس، العوانه حتى المرسى بالمهدي، شماليه غربيه على السواحل الشرقيه. لهنا حنا ختام موعد نشرتكم الجويه اذا لنهار اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022. الغروب ان شاء الله نهار اليوم حيكون على الساعه 5:35 مساء. لمزيد من المعلومات ما عليكم غير تزوروا مواقع الوطنيه تيفي. اكيد ايضا في الخدمه. تبقوا على خير، تروا في راحتكم.